ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست على مزاجي. انا عايز اقول ان انا عارفك كويس جدا. انا عارفك يا صديقي المستمع كويس قوي، وعارف ضحكتك اللي بتطير السما من حواليك بس بتخنقك من جواك. عارف ازاي لما بتدخل اي قعدة والناس بتقعد حواليك وبتضحك، بس انت من جواك بتفضل ساكت. اول لما الناس بتمشي بتسكت وكل حاجة جواك بتنهار. ضحكتك مش دليل انك مرتاح. في ناس كتير بيضحكوا علشان بيحبوا يضحكوا، بس في ناس بتضحك علشان تهرب. بتضحك علشان تهرب من حاجة مش عايزين يواجهوها، من جرح مش بيتلم، من خوف بقاله سنين مستخبي، من وحدة محدش حاسس بيها، من مشاكل كتير جواه. الناس دي كل ما وجعهم يعلى ضحكتهم بتعلى أكتر، بس اللحظة اللي بيسيبوا فيها الناس ويمشوا بيسكتوا، وبيسكت فيهم كل حاجة. الكوميديا بقت درع مش متعة. الناس فاكرة ان الكوميدي هو اسعد واحد في القعدة، بس كتير منهم هم اكتر ناس موجوعة. اللي بيهزر كتير غالبا هو اللي مفيش حد سائل عليه بجد، ولا حد احتواه، ولا سمعه من غير ما يضحك عليه. هو بس قرر يسبق الضربة. بدل ما الناس تضحك عليه يضحك هو ويضحكهم. علشان كده في دارك كوميدي ستاند ابس كتير بيحاول ان هو يلغي ألمه بشوية نكت وشوية إفيهات. فاكر لما كنت صغير وكنت بتضحك ضحك طبيعي؟ زمان كانت الضحكة طالعة من قلب سليم. دلوقتي الضحكة بقت آلية. نضحك عشان الصورة، عشان الناس، عشان نبين إننا كويسين. بس هل فعلا انت بتضحك بجد؟ ده حتى دلوقتي لما بقينا نضحك دايما نقول ربنا يستر. بقينا نكتب ها ونحط ايموجي الضحك واحنا بنعيط، واحنا جوانا بننهار. بنصور ستوريز واحنا كلنا جوانا انهيارات. نقول نكت على حتت جوانا ماتت من كتر السكوت. الناس بتحبك وانت بتضحك، بس مش وهي بتشوف وجعك. عارف ليه الناس بتحب اللي بيضحك؟ عشان بيخفف عنهم، بيهربهم من قرفهم، بيعلي مودهم من غير ما يطلب حاجة. بس أول لما بيضعف بيلاقوا في عبء، في تقل، في حاجة سلبية، فبيبعدوا. اللي بيضحك الناس محدش بيستحمل يشوفه وهو بيعيط، وهو ده اللي سبب مشاكل كتير لأغلب فنانين الكوميديا، إن محدش بيقدر يستحملهم في الجد. وده هنبقى نتكلم عليه في بودكاست جاي قدام. أنا بخاف أقول أنا تعبان عشان محدش يتصدم فيا. عارف أكتر جملة بتوجعني؟ لما حد يقول أنا ما بقتش عارف أشتكي، عشان الكل متعود عليا دايما قوي، دايما بيضحك، دايما شايلنا. الكلمة دي بتوجع، ان الشخص ده دايما لازم يبان بماسك ان هو جامد قوي، ان هو دايما مضحك، دايما بيضحك، دايما فيه ابتسامة. بس هو مش بيطلب مساعدة، مش بيشتكي، مش بيكسر صورته، بس من جواه بيتمنى يلاقي حد يطبطب عليه من غير ما حد يضحكه. مش عيب يا صديقي ان انت تضحك، بس ما تخبيش وراك حاجات تموتك. ايوه الضحك ده نعمة، بس الضحك اللي بيكتم فيك حاجات ده مش صح. اللي بيخليك تبني صورة مش حقيقتك ده كمان مش صح. اللي بيمنعك تقول انا محتاج حضن، محتاج كلمة، محتاج حد يحس بيا، ده مش ضحك، ده استنزاف بطيء لروحك. كل نكتة بقت تتكرر، فيها صرخة متخبية. النكتة اللي بتقولها، المواقف اللي بتضحكنا بيها، الضحكة اللي بتطلع أول لما حد يقولك مالك، كلها إشارات استغاثة، بس على هدوء. بس انت مش لوحدك. في ناس كتير شبهك بيضحكوا وهم جواهم صوت بيقول حد يلاحظني بقى، حد يشوف اللي جوايا، حد يطبطب عليا. عايز اقولك حاجة وتسمعني. لو انت من الناس دي
اللي دايما بتضحك بس جواك مشهد كئيب محدش شافه، انا سامعك، وانت تستاهل حد يشوفك من غير الماسك ده. تستاهل ضحكة طالعة من قلب مرتاح مش قلب بينزف. تستاهل مساحة تكون فيها حقيقي من غير ما تضحك عشان الناس ترتاح. في النهاية أنا أبانو بنادر، وده بودكاست على مزاجي، والحلقة دي لكل قلب بيضحك عشان مفيش حد سمع وجعه. ابعت الرسالة دي لحد بتحبه وبتشوفه دايما بيهزر بس عمرك ما سألته انت كويس؟ انت كويس بجد؟ اوعى تنسى، اللي بيضحك كتير مش دايما بيبقى مبسوط، بس دايما محتاج حد يشوفه من غير ما يضحكه.